زمني أيضا موجودين، وهذا نموذج. الله يجزاه خير. تفضلوا اسمعوا كلامه حتى ما تقولوا ظلمنا أحد. مرجع يعني لديه أتباع من الشيعة، ليس لديه شخص يمثله. يمثله يا أخي، يرد على المجتمع، يرد على المجتمع الشيعي، يرد على. الآن نحن في اختلاف شاسع مع وكلاء الأخماس بالإحصاء، نبغى توضيح. على شنو الاختلاف؟ على شنو هذا الاختلاف؟ عن السرقات التي تحصل والفقر الذي يجتاح المجتمع الإحصائي. نعم، عندك دليل على السرقات؟ نعم، لدينا أدلة، لكن الوكلاء رافضين الحوار. عن طريق البريد الإلكتروني. أرسلنا لكم إيميلين ولم يتم الرد. وبعد ذلك الرد يجاوبك علينا إن شاء الله. حياكم الله. يعني ننتظر الرد أو لا نتصل مرة أخرى؟ تم إغلاق السماعة. هل سمعتم؟ تم إغلاق السماعة، لم يتفاهموا معنا. ببساطة سيدنا، أنت تسمع عن واحد متوفي رسلت إليه بيان وتعزية، الحين بقولوا تعدى على المرجعية، بعد مالك شغل بلا لقافة. هذه مؤسستي أنا ما دخلت في مؤسساتك ولا في شركاتك ولا في مجرتك، انقلع يا سيد. صحيح ترى ما عندك يعني ممثل هني، ممثل يعني مو يروحوا يزبروا عليه، يروحوا انت وعواوي وتشتغل قطاوة وسنانير وتحس انك انت الحين 4 سنانير راح لاحقينك بيشمشروا بدنك. واحد يتفاهم وياه الفقراء. طبعا هذا الكلام ما يفهموه عبدة الأوثان وعبدة آمون وأتباعه وجماعة المعبد. يفهم الفقير اللي راح ونهان، اللي راح وبعد 3 شهور عطى 200 ريال، اللي راح يشتكي من الأمطار اللي مغرقة بيته ويقول أبغى بطانيات، بس بطانيات، ما أبغى تصريح سقف ولا ترمموا لي البيت ولا وبالتالي عطنا 300 ريال قليل الأدب. ما في يعني ممثل إليكم؟ لا أعرفه، في جبات إليكم واجد، كل 10 عليهم واحد يمكن. يا سبحان الله، نريد ممثل. ما عندكم في القطيف في الأحساء ناس ترجع إليه، مو هيمنة وزبير زي ما ذكرنا، لا، إنسان عاقل يقول هذا صدري مفتوح، أنا اللي بنقل الصورة إلى المرجعية، أنا اللي يلا تفضل وش عندكم؟ ما في، بس جيب هات أرسل ويراجعنا في الباقي بس هذه. أو إذا واحد مات كان العلامة وحجة الإسلام وده، هذا اللي نسمع عنه. أما صراخ الناس ما حد يسمعه كمرجعية، ما تسمع إلى صراخ هذا الصراخ اللي حاصل. الله المستعان. تحياتي يا سيد ملقوف، أدري الحين بيتلقف واجد. شبوا